تخيل ان في مريض بنقول له ما تعملش العملية دلوقتي. تحضير المريض قبل العملية مهم جدا، وفي نقط لازم تقيمها قبل ما تاخد قرار العملية. في نقط منها زي ان المريض ما جربش اي نظام غذائي قبل العملية. المريض ده لازم تقول له جرب مرة واتنين عشان خاطر يبقى فاهم ايه الطبيعة اللي هيعملها بعد العملية، ويمكن ينجح وما يحتاجش العملية. في حاجات طبيا لازم تقيمها وتبقى عارفها كويس جدا، بتفرق في نجاح العملية او في نسب المضاعفات بعد العملية، زي نسبة الهيموجلوبين لازم تكون كويسة، لازم نتشيك على الغدة الدرقية ولو مش متظبطة نظبطها. في مريض بيجي السكر بتاعه مش مظبوط وعايز يعمل العملية حالا، ده لازم يظبط نسبة السكر. الحاجات دي كلها لما بتتظبط بتدي نتائج ممتازة. في بعض الفيتامينز اللي لازم تتشيك عليها وتتأكد انها مظبوطة، او على الاقل تهتم انك تظبطها حتى لو بعد العملية. الحاجات دي كلها بتساعدنا ان احنا نقيم المريض ومدى جاهزيته للعملية. في حاجة أهم من كل ده، إن بعض المرضى بيبقى مش مؤهل نفسيا للعملية، يعني بيجي المريض أهله مثلا بيقنعوه إنه يعمل عملية وهو مش مقتنع. اللي ساعدنا إن احنا نقيم النقطة دي جدا إن أنا حصلت على شهادة الهيلث كوتش وبقيت أول جراح سمنة معتمد كهيلث كوتش. الحقيقة الشهادة دي فرقت معايا جدا في تقييم الحالة النفسية ومدى جاهزية المريض للعملية. دي بتفرق قوي عشان المريض بعد العملية يخس وحالته النفسية كويسة ويكون مستعد لرحلة نزول الوزن. من الحاجات المهمة كمان هو اللايف ستايل بتاعك، نظام النوم، ساعات النوم اللي انت بتنامها ووقت النوم ده بيفرق جدا في معدل نزول الوزن. وساعات كتير بنقول للمريض انت محتاج تتعرض على اخصائي امراض نوم يظبط لك الموضوع ده لانه هيفرق معاك في نزول الوزن. احكي لنا عن اللايف ستايل بتاعك في كومنت واحنا نقول لك انت جاهز للعملية ولا محتاج خطوات قبلها.